السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن مرض مهم جدا وبيخص نسبة كبيرة أو شريحة كبيرة من المصريين، قد يربو عن 70%. إيه هو المرض دوت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المعدة بيت الداء، وديت متصلة اتصال وثيق بالمعدة. إيه هو المرض اللي هنتكلم عنه النهاردة؟ هو مرض القولون العصبي. ناس كتير هتسمع القولون العصبي، ده انا عندي بقاله زمن، لا ده ملوش علاج، لا ده مشكلته مشكلة، لا انا مش هقدر اغير نظامي الغذائي. هيجي في باله حاجات كتيرة جدا. ايه هو الاول القولون العصبي؟ وهو القولون ده هو الامعاء، ولا دي حاجة ودي حاجة؟ وايه المشاكل ديت وايه اعراضها وازاي ان احنا نقدر نعالجها؟ وهل الحجامة دور كويس في علاج القولون العصبي؟ هنعرف كل دوت دلوقتي حالا. مبدئيا هو القولون ده عبارة عن ايه؟ هو عضو من اعضاء الجسم وخصوصا الجهاز الهضمي. طب هو ده بيبقى بعد المعدة على طول؟ لا، بعد المعدة على طول بيبقى فيه الاثنى عشر أو الجزء الأولي من الأمعاء الدقيقة. طب القولون ده عبارة عن إيه؟ القولون ده الأمعاء الغليظة، وبيبقى شكله أشبه بالمربع، بيبقى حوالين الأمعاء الدقيقة. طب ليه سموه الأمعاء الغليظة؟ لأنه حجمه بيبقى أكبر. الأمعاء الدقيقة بتبقى ضيقة شوية، أما الأمعاء الغليظة فبتبقى أكبر شوية. طيب هو مشكلته إيه؟ موضوع القولون وتحديدا القولون العصبي. يعني إيه قولون عصبي؟ العصبي يعني اضطراب وظيفي. اضطراب وظيفي ومزمن شوية. يعني ايه اضطراب وظيفي؟ يعني القولون أو الأمعاء لو اشتغلت بسرعة تعمل إسهال، اشتغلت ببطء الحركة الدودية بطيئة تعمل إمساك. الاضطراب يا إما في زيادة أو نقصان، مش الوضع الستاندر أو الوضع الطبيعي. عشان كده بنقول ده اضطراب وظيفي، في مشكلة في القولون، فعشان كده القولون في اضطراب، يا إما بيشتغل بسرعة يا إما بطيء جدا عن المعتاد. ده الاضطراب، زيادة أو نقص، مش في الوضع أو المعدل الطبيعي. اضطراب وظيفي ومزمن وطويل الأمد كمان. طيب احنا كده هو لا، ده كده شكله الموضوع صعب. طيب هو الموضوع القولون ده لو بقاله فترة ممكن يسبب حاجات تانية ويسبب وفاة أو كده، ولا الموضوع بسيط وفي اللذيذ زي ما بنقول؟ هنعرف برضه وهنقول الحاجات دي كلها. طيب في البداية احنا دلوقتي قلنا لو الاضطراب بتاع القولون زاد واشتغل زيادة هيحصل ايه؟ الإسهال. هنلاقي الأمعاء الحركة الدودية للأمعاء زادت فهيحصل إسهال، أو العكس يحصل إمساك. يبقى كده الأعراض بتاعتنا يا إما إسهال يا إما إمساك. ده كده هو دي أحد الأعراض. طيب ممكن يبقى في حاجة تانية، يبقى فيه تقلصات في البطن. تمام، ده ضمن الأعراض. ممكن إيه تاني؟ ممكن يحصل انتفاخ. طب الله، طب الانتفاخ ده نتيجة لإيه؟ لأكتر من حاجة. في طبيعة غذاء، في ناس بتشرب حاجات زي المشروبات الغازية بتعمل انتفاخ في القولون. انتفاخ يعني ايه؟ يعني انطلاق غازات كتير كأنه بالونة اتنفخت، ده معنى كلمة انتفاخ. طيب هي المشروبات الغازية بس؟ لا، في ناس بتحب الفرايز أو البطاطس المحمرة أو المقليات بالزيت. ايه ده؟ موضوع المقليات بالزيت ده بيسبب مشاكل وبينفخ القولون؟ طبعا. طب هو ده ممكن يكون معاه كمان ارتجاع مريء؟ ممكن يعمل ارتجاع مريء وحموضة كمان. والناس اللي بتهمل والموضوع بيزيد معاها أكتر فأكتر فأكتر ممكن توصل لشرخ كمان في الحجاب الحاجز، اللي هو ما بين الجهاز التنفسي وما بين الجهاز الهضمي أو المعدة والأمعاء. طيب في ايه تاني غير الانتفاخ؟ الانتفاخ طب ممكن حاجة كمان تسببه، الجرثومة المعدية الاتش بلوري اللي اتكلمنا عنها قبل كده، اللي دي بتطلق غازات كتير. طب ده بتيجي من ايه؟ الاكل الملوث والماء اللي مش نظيف، ده بيسبب الجرثومة المعدية ودي تعمل انتفاخ برضه. يعني في اكتر من سبب، مش نظام غذائي بس. طب ممكن بكتيريا؟ ممكن بكتيريا برضه نفس الحكاية تسبب وتأثر موضوع الانتفاخ والمشاكل دي. طيب ممكن يعمل لنا ايه كمان؟ عملية الإخراج ممكن تبقى مش كاملة. لو هتدخل الحمام انت
ما فرغتش كل اللي في الامعاء. ايه ده ممكن يحصل كده؟ اه طبعا ممكن يحصل كده. ممكن كمان تلاقي مخاط في البراز، مخاط عامل كده زي الزلال، مخاط ابيض موجود في البراز. ده نتيجة ان انا عندي قولون عصبي. طب الموضوع ممكن يطور يعني زيادة عن كده، ممكن يتطور زيادة عن كده، وممكن يسبب كمان حمى وارتفاع في درجة حرارة الجسم، وزي ما قلنا تقلصات. طيب هو ده راجع لأن القولون أو المعدة والأمعاء عندي حساسة. في ناس عندها الحساسية ديت، لو غير النظام الغذائي حاجة بسيطة هوب يحصل له المشكلة ديت. لو حصل له حبة توتر أو قلق يحصل له الموضوع ده. طب إيه علاقة التوتر والقلق وده مناط الدماغ بالأمعاء؟ هقول لك الدماغ مرتبط ارتباط وثيق جدا بالأمعاء. حتى انت لما تشوف صورة المخ من جوه وتشوف صورة الأمعاء هتلاقيها يعني إلى حد كبير متشابهين. عشان كده في اتصال وثيق ما بين الدماغ والأمعاء. الناس يجي لها توتر يقول لك عاوز أدخل الحمام، اتوترت، تنشن، شد عصبي، ضغط عصبي، ضغط نفسي، في توتر، في قلق. تلاقي يقول لك عاوز بدخل على الحمام على طول، أول ما يحصل لي قلق أجري على الحمام على طول أنزل اللي في بطني. هو ده القولون العصبي بالصورة دي. طيب احنا قلنا في ارتباط جامد ما بين الدماغ وما بين القولون. طيب في ايه كمان بالنسبة للمشكلة ديت نقدر ان احنا نحلها ازاي؟ احنا دلوقتي اتكلمنا عن المشكلة، اتكلمنا عن اعراضها وبتيجي من ايه. احنا عاوزين دلوقتي الحل. ايه بقى الحل؟ احنا لازم نعرف الاول ان الموضوع ده موجود اكتر عند السيدات اكتر من الرجال. ايه ده، انت في كل حاجة الغدة الدرقية تقول لنا في السيدات اكتر، وفي مرضى مش عارف ايه برضو تقول لنا اكتر، والقولون العصبي برضو اكتر. هو في انت مستقصد السيدات ولا ايه؟ لا بس هي الدراسات العلمية بتقول كده، انا مش مستقصد حد ولا حاجة. طيب ايه المشاكل تانية اللي ممكن تنشأ وتخلي فيها عندنا المشكلة دي؟ الكحول، شرب الكحول ناهيك طبعا المشاكل اللي بتعمله في الكبد. الكحول من الحاجات برضو، مش المشروبات الغازية بس، الكحول من الحاجات اللي بتأثر جدا على القولون. وممكن كمان هي واللحوم المصنعة زي البسطرمة واللانشون والهوت دوج والسوسيس والحاجات دي تعمل كمان سرطان القولون. أو يعني الموضوع موصلش لكده بس وللحمى، ممكن الموضوع يوصل لسرطان. طبعا ممكن يوصل لسرطان. النظام الغذائي اللي انت بتدخله بقك هو ده يا اما يخليك بصحة وعافية والدنيا معاك جميلة جدا، يا اما تلاقي اتعودت على الأدوية والعمليات والتخدير والاستئصال والمشاكل دي كلها والكيماوي وما أدراك ما الكيماوي. طيب احنا دلوقتي لا هنحافظ. موضوع الفاست فود ده طبعا يأثر. طبعا أكيد ده عامل أساسي. موضوع الفاست فود أو الأكل الجاهز، الوجبات السريعة، وخصوصا بتبقى مليانة شحوم وبتبقى محلات مش نظيفة. تلاقي الشيف ماسك السيجارة وموبايله قاعد بيعمل لك البيتزا أو بيعمل لك الفرايز. دي مشكلة كبيرة جدا. ناس كتير ما تلتفتش ليها. الفول والطعمية اللي من الشارع، الكشري من العربيات اللي من الشارع، الحاجات دي كلها طبعا تأثر وتسبب جرثومة معدية وتعمل مشاكل كتيرة جدا، وبتعمل غازات وانتفاخ. الموضوع طبعا مش هين، بس هو في ناس مش بتتعظ من أول مرة. مادام الموضوع حبة غازات خلاص، إيه يعني حبة إمساك حبة إسهال وخلاص، ما يعرفش إن الموضوع تراكمي، وبعد كده هوت الدنيا ممكن تقلب معاه. عشان كده بنعمل الفيديوهات ديت وبنوعي. مش معنى ان انت محصلش ربنا سلمها معاك مرة واتنين وتلاتة وعشرة معنى كده ان انت خلاص انت كده بيرفكت وهتفضل كده على طول. ولما تدخل في الأربعينات والخمسينات والستينات لا هتفضل زي ما انت كده شباب والدنيا كويسة. لا الموضوع مش كده خالص. الإهمال أكتر من مرة لازم انت تتعلم منه، مش تتجاوز وتتغاضى عنه. وعشان كده بنقول الكلام ده. طيب احنا دلوقتي عاوزين نحل المشكلة. عندنا دلوقتي قولون عصبي، هنوقف الوجبات السريعة، الحاجات اللي بتتعمل بالزيت زي الفرايز، الحاجات اللي فيها مواد حافظة ولون صناعي ومكسبات طعم، خصوصا الحاجات الشويبس اللي بتعمل برضو زيت مش نظيف. برضو دي لازم ان احنا نوقفها. لازم يبقى نظامنا غذائي كويس. طب ايه تاني ممكن الحاجات اللي تأثر؟ الشاي والقهوة. الشاي والقهوة ممكن يأثروا. ممكن يأثروا ويعملوا غازات.
طب القهوة لا، ده القهوة لازم عشان التركيز وعشان الشغل، لو انت جسمك اتعود عليها خلاص. بس القهوة لو انت عندك امساك وبتشرب القهوة عشان موضوع الاسهال وتبقى حاجة طبيعية، لان الكافيين بيأثر على الدماغ فبيسبب الاسهال. فلو انت عندك امساك وبتاخد القهوة بغرض ان هي تسهل لك بدل ما تاخد دواء كيميكال، اوكي مفيش مشكلة، بس بالكتير كوبين بس في اليوم او كوبايتين بس في اليوم، ومش لازم اللي هو المحروق الغامق المحروق المحوج والمشاكل ديت، لا. الاكسبريسو لا، نبعد عنه خالص عشان بيبقى تقيل وممكن يزود ضغط الدم في الدماغ. نستخدم الحاجة كل واحد يبقى أدرى بجسمه، وإن هو يقدر إن هو يتعايش بيه ويتعايش معاه وإن هو يصحح من أخطائه. طب إيه تاني ممكن يعمل لنا الانتفاخات ويعمل المشاكل؟ المحشي والتوابل الكتير، القرنبيط وخصوصا لو بالزيت، البروكلي، الحاجات دي بتعمل غازات كتير، تعمل غازات كتير وتعمل انتفاخ وتخليك كمان مش عارف تنام كويس. لما يبقى في انتفاخ في القولون والقولون على طول منتفخ وفي غازات وفي دخول حمام على طول، ده يخليك ما تنامش كويس ويأثر كمان على قراراتك. لازم نبقى دي برضو في الصورة. طيب احنا هنبعد عن الحاجات ديت وعن الفاست فود والحاجات اللي بالزيت والكلام ده كله. ناكل ايه؟ ناكل الحاجات اللي فيها الياف. زي ايه؟ الشوفان حاجة من الحاجات الكويسة جدا، البقوليات بس ما نكترش منها كتير، التفاح من الحاجات الجميلة جدا، شرب المية كتير مهم جدا جدا جدا. طب الرياضة تأثر؟ أقول لك طبعا الرياضة تأثر وتزود الحركة الدودية وخصوصا لو عندك إمساك. طب إزاي؟ إيش جاب الرياضة للحركة الدودية بتاعت الأمعاء؟ الكلام ده جديد علينا. أول مرة نسمعه. أقول لك لا، أنت لو بتلعب رياضة وبتخرج طاقة، الجسم بيحتاج باور فبيشغل المعدة والأمعاء عشان ياخد باور ويقدر إن هو يوصلها للعضلات. عشان كده الرياضة مهمة وبتساعد. طيب أنا في إيه كمان طب ممكن أخده؟ في مشروبات بسيطة جدا تقدر إن أنت تشربها زي الكراوية وزي النعناع وزي الجنزبيل. طب الحاجات دي مفيدة للقولون، مفيدة للمعدة والاثنى عشر والأمعاء الدقيقة وللقولون للأربعة. الجهاز الهضمي بصفة عامة بتريحه جدا وبتقلل الغازات، ولو في مخاط أو بكتيريا بتقللها، وخصوصا الجنزبيل كمان. طيب المشروبات الدافية دي استمر عليها على طول؟ يكون الأفضل طبعا فترة العلاج استمر عليها، حبيت بعد كده توقف مفيش مشكلة، بس لو استمرت عليها أفضل وأحسن. أفضل وأحسن ليك. طيب يعني هو موضوع القولون، طب افرض الموضوع بقى وصل معايا لإيه؟ لسرطان القولون ومشاكل القولون. لا، سرطان القولون ده بقى ده حلقة لوحده، لأن أنت كده ما أهملتش فترة طويلة، بس أنت كده سوري بتعك بقالك زمن، برهن ده الزمن بتعك. فعشان كده الموضوع بيبقى كبير، وده بيحتاج طبعا منظار، ولازم ناخد عينة أو جزء من الورم، وطبعا يتحلل عشان نعرف حميد ولا خبيث، وهل هو منتشر وعامل بقع موجود في أماكن كتير ولا لأ. الموضوع مش بالسهل خالص، وممكن بعد كده اهوت يعني الموضوع يدخل في استئصال. طيب احنا عاوزين علاج بقى بره الصندوق بالحجامة. الحجامة هتعالج لي المشاكل ديت. وافرض انا موضوع القولون عندي ده بسبب ان في كسل في الغدة الدرقية، هيعالجهولي ولا لا برضو؟ لان الكسل في الغدة الدرقية بيخلي فيه امساك. طيب الحجامة هتبقى كويسة جدا جدا جدا. الحجامة لو حد عنده مشكلة أو إمساك أو بطء في الحركة الدودية، بعد ما بيعمل الحجامة بتلاقيه خلال ساعة وزن ساعة دخل الحمام ونزل كل اللي موجود عنده في القولون والأمعاء. طب ليه؟ لأن الجسم ساعتها بيحتاج باور، ضغط الدم قل، فالجسم محتاج باور عشان يعوض الدم دوت. الباور ده هياخده منين؟ هياخده من المعدة ومن الأمعاء، لأن بيبقى فيه أكل. فعشان كده الحركة الدودية بتزيد والنشاط بتاع القولون والأمعاء الدقيقة بيزيد، الجسم عاوز باور، عاوز غذاء. فعشان كده هو بنلاقي الحركة بتاعت الأمعاء بتزيد على طول. طيب ده بينظف القولون، بينظف القولون وبيخليه كلير جدا. طب لو في جرثومة معدية بيخفضها. الإمساك طبعا بيضيع الموضوع الإمساك. طيب أنا لو عندي إمساك فترة طويلة، ممكن ده يسبب شرخ شرجي أو ما إلى ذلك. طبعا لو استمريت على الإمساك، لأن البراز بيبقى ناشف، بيبقى فيه احتكاك مع منطقة الشرج باستمرار، فده ممكن يعمل شرخ شرجي.
بالإضافة لما تيجي تصوم يوم أو تيجي تصوم في رمضان مع قلة المية، ولو جاي رمضان في الصيف، ده طبيعي إن أنت هيجيلك شرخ شرجي وممكن يعمل لك مشكلة. لو عندك بواسير كمان الموضوع هيبقى يعني معدي جدا. عشان كده بنقول الوقاية خير من العلاج. لازم بقى عندنا معرفة وثقافة طبية عشان لما يحصل لنا حاجة نقدر نحن نتعامل معها حتى من قبل ما نروح للدكتور. إن في ناس تصرفاتها مش تودي للدكتور، لا تودي لغرفة العمليات، وهي دي المشكلة. لكن بيكون عندنا وعي وثقافة طبية بنقدر نحن نتعامل مع الحاجة ونفيد اللي حوالينا من قبل حتى ما نروح للدكتور، ونوجه نفسينا ونقدر نقلل الوضع بتاع المرض دوت. طيب أنا دلوقتي عملت الحجامة على القولون، لا يفضل أنت تعملها على الظهر كله مش على منطقة القولون بس. ولو أمكن كمان وفي ستريس وشد عصبي وضغط نفسي، يا ريت كمان نعمل على الدماغ. طب ليه هي هتفيد الدماغ؟ طبعا احنا قلنا في ارتباط وثيق ما بين الدماغ وما بين القولون، فيفضل كمان ان احنا نعملها على الدماغ. طب هنعملها فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ لا الافضل في اللي هي الرأس او منطقة اليافوخ ديت. دي افضل منطقة لأن دي بتكفر وبتغطي الدماغ كلها. طب نعمل حجم الكاس ايه؟ اكبر حجم ممكن ان احنا نعمله. طيب احنا نعمل سحبة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة؟ لا يفضل اتنين. ولو لقينا الدم طالع لزج ومغمق او لونه داخل على الدارك، يفضل ان احنا نعملها 3 او 4، مفيش مشكلة خالص. طب انا كده مش ممكن اهبط؟ لا مش هتهبط مادام انت بتتغذى كويس. النقطة التانية، انت عندك الكبد والطحال بيخرجوا المخزونات اللي موجودة فيهم، سواء الكبد بيطلع الجلايكوجين الموجود فيه مخزون السكريات زي ما بتبقى صايم كده، والسبلن او الطحال بيطلع برضو الدم اللي موجود فيه. الكبد بيطلع مخزون الفريتين، مخزون الحديد كمان اللي موجود فيه. ضغط الدم ممكن يقل في الأطراف عشان يوصل للدماغ، وده مفيش مشكلة منها خالص. العكس ده ريفرش وتست كويس لأعصاب الجسم جدا إن أنت تعمل الحجامة على الدماغ. وبرضه لو في أي سؤال أو أي استفسار سيبه لنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.